ترأس السيد عبد الرحيم بوعيدة رئيس جهة قليميم ودنون أشغال الدورة العادية لمجلس الجهة، وذلك يومي 14 و15 من يوليو الحالي، بحضور أعضاء المجلس أغلبية ومعارضة، بالإضافة إلى والي الجهة وعمال الأقاليم الأربعة. الدورة التي مرت على صفيح ساخن، حيث نوقشت من خلالها مجموعة من الاتفاقيات والشراكات تهم مجالات متعددة، من بينها التشغيل والتعليم والفلاحة والصيد البحري والبيئة والتجارة وكذا الصناعة التقليدية. كما تابعتم أن الدورة مرت خلال يومين متتاليين. اليوم الأول كان موضوع مجموعة من الاتفاقيات اللي منبثقة عن العقد البرنامج الذي وقع أمام جلالة الملك. هذه الاتفاقيات طبعا تشمل جميع أقاليم الجهة بتفاوت قليل بين بعض الأقاليم، ومتعلقة طبعا مجموعة من القطاعات اللي توصلنا فيها وبرمنا فيها اتفاقيات مع الوزارات الوصية. هناك مبالغ مالية كبيرة متعلقة بالاستثمار. كنظن على أننا اليوم أمام ورش تنزيل الجهوية المتقدمة كما أرادها صاحب الجلالة. طبعا إقليم سيدي يفني كسائر الأقاليم استفاد بحصته. نأخذ بعين الاعتبار يعني التفاوت الواقع بين الأقاليم، وفي طبعا في البرنامج التنموي الذي ستطلقه الجهة مستقبلا إن شاء الله، واللي هو الآن قيد الدراسة لدى مركز مختص للدراسات. كما عرفت الدورة أخذ ورد بين مكونات المجلس أغلبية ومعارضة حول الاتفاقيات المبرمجة وكيفية وضع الميزانية، ولعل أهمها تدخل المستشارة لطيفة الوحداني باللغة الأمازيغية. وتجدر الإشارة إلى أن جميع الأعضاء ممثلي إقليم سيدي إفني يحتجوا ودافعوا بقوة على أولوية الاهتمام بتنمية الإقليم، كل واحد من موقعه بالجهة. الدورة ديال اليوم ديال مجلس جهة قليم ودنون، واللي تعلق فيها الأمر بواحد العدد في عدد النقاط متعلقة بالمصادقة على الاتفاقيات أو مشروع أو اتفاقية الشراكة اللي منبثقة من عقد برنامج لتمويل وإنجاز البرامج المندمجة للجهة. وحقا كانت لحظة تاريخية، وكانت المصادقة على كل هذه الاتفاقيات بإجماع، وهذا في إحساس بالمسؤولية ونظرا للخصوصية ديال هذه الاتفاقيات. بطبيعة الحال هناك ملاحظات تبدأها العدد من المستشارين المحترمين المستشارات حول مجموعة من القضايا متعلقة بمجموعة من الاتفاقيات، وقلنا وأكدنا بأنه نحن أمام إن شاء الله برنامج تنموي جهوي اللي غيتكون فيه البصمة ديال الجهة وبالتمويل الذاتي ديالها، وكذلك التمويل مع الشراكات مع الجهات أخرى. ساعتها إن شاء الله النقص اللي كان في هذه الاتفاقيات غادي نتجاوزوه. المهم عندنا هو أننا نؤكد أن نسير في اتجاه أن التوجه الذي مشى فيه جلالة الملك، وهو يعني إحداث يعني نقلة نوعية في التنمية على مستوى الأقاليم الجنوبية، نحن صدقنا عليها. وعلى كل حال الأجواء ديال الدورة عموما دازت بشكل عادي رغم التشويش اللي وقع في البداية ورغم ذاك التعثر اللي وقع، ولكن طبيعي جدا في العمل التدبير ديال الشأن المحلي. الناس كتدفعهم الحرقة ديالهم وكتدفعهم آراء ديالهم وتصورات المجموعة من القضايا التي لا ما يمكنش نتجمعوا عليها كامل، ولكن الحمد لله على كل حال هذه خطوة مهمة. وفي الختام تم التصويت على ميزانية المجلس الجهوي ورفع برقية الولاء والإخلاص للشدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.